هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم بيعاني منه ناس كتير وهم مش عارفين، وهو حساسية اللبن. حساسية اللبن مش كلها حاجة واحدة، حساسية اللبن نوعين مهمين: الكاو ميلك ألرجي، ودي حساسية لبروتين اللبن نفسه، بيظهر أكتر عند الأطفال. كمان في عدم تحمل اللاكتوز اللي هو اللاكتوز انتولرانس. الفرق بينهم: الكاو ميلك ألرجي هو رد فعل مناعي تحسسي خطير للبن حتى لو بكميات صغيرة. أعراضه تورم في الفم، انتفاخ في الوش، ترجيع. كمان ممكن يؤدي إلى ضيق في التنفس، وممكن يؤدي إلى رد فعل تحسسي خطير زي الشوك. بيجي للأطفال الصغيرة بيبقى عندنا حلين: لو الرضاعة طبيعية بنمنع الأم من تناول منتجات الألبان، كمان بنعمل لها نظام غذائي خاص للحالة بتاعتها. الحل التاني ان احنا ندي الطفل ألبان صناعية مكونة من الأمينو أسيد، وده الأفضل، أو لبن بديل زي لبن الصويا. الدراسات الحديثة أثبتت ان 50% من الأطفال دول اتحسنوا مع السن. النوع التاني هو اللاكتوز انتولرانس، عدم تحمل اللاكتوز. النوع ده بيجي لكتير مننا، سببه هو عدم قدرة الجهاز الهضمي على تحمل سكر اللبن اللي هو اللاكتوز. ليه؟ علشان نقص في إنزيم اللاكتيز، وده ممكن يكون معاك من الأول وممكن يظهر فجأة أو يزداد مع الوقت. الناس دي بتلاحظ وجود انتفاخ وإسهال بعد 2-3 ساعات من الأكل الغني بمنتجات الألبان. الحل: عندنا حلين: يا إما هنبعد عن منتجات الألبان الأبقار، وهناخد منتجات ألبان نباتية بديلة زي لبن جوز الهند، لبن اللوز، وكمان لبن الصويا. ده بيبقى مكلف لناس كتير. كمان في دلوقتي مكملات غذائية وأدوية بتحتوي على اللاكتيز إنزيم، بناخدها مع الوجبة الغنية باللبن، وبتقلل جدا من الأعراض، وساعات الأعراض بتنتهي تماما. في أبحاث جديدة بتأكد إن في أمل جديد، وهو العلاج المناعي، الإميونوثيرابي. الإميونوثيرابي هو إن أنا أدخل جرعات صغيرة من اللبن بالتدريج عشان الجسم يتعود عليها، طبعا تحت إشراف طبي. في الآخر، لو أنت شاكك إنك بتعاني من حساسية اللبن، لازم تتجه لدكتور التغذية أو دكتور المناعة عشان يكتب لك على تحاليل زي الإميونوجلوبولين إي، ده علشان نحدد إذا كنت بتعاني من حساسية الألبان ولا لأ. وفي الآخر هيكتب لك على نظام غذائي مناسب لحالتك، وكمان مكمل غذائي مناسب لحالتك لو أنت بتعاني فعلا من حساسية اللبن. دمتم أصحاء.